هو مين قال ان انا ما بعملش حاجه؟ لا يعني انا ما اقصدش، مش شرط انها يعني تكون معروفه. يعني انا بحب جدا بعمل حاجتي في السر. واكيد يعني ربنا واقف معايا علشان يعني انا ما بضرش حد. امتى حضرتك هتتصالح مع الكابتن محسن صالح؟ انا مصالح معاه، مفيش مشكله خالص. في توتر لا. او ما فيش صداقه هو زمان؟ بس في بعض مفيش البرامج. صداقه زمان لا يعني. لا انا اقول لك ازاي. هو الكابتن محسن طبعا يعني في بعض البرامج مثلا لك ايه، بعدم وجود رئيس النادي اللي مسافر على طول. طب ما انا اقول، ما انا معروف ان انا لازم اسافر على طول عشان اجيب شغل. مش حاجه بخبيها. وانت مش وظيفه تنفيذيه، يعني المفروض انك تبقى موجود كل يوم. انا عندي الناس اللي بينفذوا الشغل. يعني لو في حاجه ناقصه ممكن اوكي، لكن يعني هو بياخدها في بعض الاحيان بطريقه يمكن لكن طبعا يعني لو طلبت من حضرتك تقول كلمه دلوقتي على الهوا للكابتن محسن عشان انا عايز انهي هذا. انا نفسي ربنا يديله الصحه فعلا من قلبي. انت بتحب محسن صالح طبعا، وتحترمه ايضا. ده يعني احد نجوم بورسعيد، احد نجوم بورسعيد واحد نجوم مصر ومدرب المنتخب الوطني. يكفي انه بورسعيدي وده حاجه نفتخر بيها كلنا. وطبعا الكابتن محسن صالح يعني من الناس اللي هي فاهمه كويس جدا جدا ايه كره القدم. كان ممكن تختار كابتن محسن في بدايه الموسم قبل بدل الكابتن طلعت يوسف؟ لا لا لا. ليه؟ لان الكابتن محسن اعلن فعلا من حوالي سنه انه موضوع تدريب خلاص. التدريب بالنسبه له يفضل انه يكون محلل. وانا يعني كل حاجه بتاخد فترتها في حياتها، فانا بحترم طبعا رايه وده شيء طبيعي جدا. المهندس فرج عامر لا يزال مصمما على فتح التحقيق في اتحاد الكره واحتساب المباراه لصالح سموحه، مباراه المصري وسموحه الاخيره. لو قرر اتحاد الكره ذلك ماذا سيكون رد فعل المصري؟ هو مش عاوز اسبق الاحداث، لكن المهندس فرج عامر شخصيه انا بحترمها جدا طبعا. وراجل بيعمل كتير للنادي بتاعه، وراجل عمل يعني فريق كويس. لكن يعني على طابع التحقيق ده انا برضه هطلب تحقيق ازاي ان احنا نقعد سموحه في الدوري السنه دي. يعني لو سموحه ما برضه اتحاد الكره اصدر هذا القرار يعني سيطلب المصري من الاتحاد التحقيق في بقاء سموحه في الدوري يعني ما فيش شك رئيس النادي المصري مش هسكت، هعمل حاجات كتيره طبعا دفاعا عن النادي بتاعي. شيء طبيعي جدا، زي ما هو بيدافع انا بدافع، لكن العلاقات الشخصيه بيننا وبين بعض دي خارج كل الحسابات. يعني انا بقول لك يعني في بعض الاحيان نحمد ربنا ان يعني الامور جت كده. انا اول سنه لما جيت النادي المصري وكان النادي المصري مهدد الهبوط انا ما كنتش بنام وكان عليه ضغط رهيب جدا من كل شيء، لكن وما فيش حد وقف معايا. فاقول يعني الحمد لله ان سموحه جت له عطفه طبعا من فضه ومعاهم في الدوري، رغم ان سموحه السنه اللي فاتت هو الفريق اللي ضيع مننا 6 نقط بما كسبوا كل شيء بشرف، واللي مشى من كابتن مختار ولولا 6 نقط دول كنا لعبنا في افريقيا السنه دي. لان احنا السنه اللي فاتت هل يعني انت ستتحمل مصاريف افريقيا والسفر الى افريقيا واستضافه فرق اكيد كلها هتكون لها ميزانيه ثانيه طبعا. الكلام ده كله هتكون له تخطيط ثاني داخل النادي. اعتقد ان احنا يعني نوصل وربنا يسهل ان شاء الله. عايز اسال حضرتك سؤال. انت حضرتك بتقول انك هتفكر لسه انك هتخوض الانتخابات او لا تخوض الانتخابات اللي هي بعد سنه تقريبا، يعني اقل من سنه شويه، اقل من سنه بشويه، بضعه اشهر. طب ما هو معنى كده ان حضرتك لو افترضنا ان انت قررت انك مش هتخوض الانتخابات معناها ضياع المصري من جديد وتعثره من جديد، مش هيبقى فيه اموال. ليه مفيش فلوس. ممكن اللي يجي اللي بعد يكون احسن مني. بورسعيد مليانه. ده هتبقى انتخابات وبالشرط انه الانتخابات تاتي بمن يملك المال. ما انا بقول لك عاوزين نغير المنظومه. بدايه الحديث في الاول اللي احنا ماشيين بيه ده غلط. تتغير المنظومه ده لازم مش ده يجبرك على البقاء. يا جماعه احنا عاوزين، احنا عيبنا ان احنا عارفين الصح والغلط لكن بنمشي في الغلط. انت النهارده هذه الانديه لابد ان تنقلب كلها الى شركات مساهمه، ولابد ان يجي لها مجالس اداره سواء منتخب او شيء، لكن لها تارجت معينه، ولا بد انها عشان الاستمراريه تتم وكل شيء، ولا بد هذه الانديه انها تكون عندها الموارد بتاعتها، ولا بد الانديه يكون عندها الحريه في كل شيء، في انها تبيع تشتري تملك. ده عاوز فكر تاني خالص. دي شركه
في النهايه، وهذه الشركه لابد ان تدار بعقليات مختلفه نهائي. انا اقوى حاجه عندي في النادي المصري هو الجمهور. اقوى شيء في هذا النادي هو الجمهور، لكن الجمهور برضه عاوز نتائج، الجمهور عاوز نادي، الجمهور عاوز استقرار. كل ده هيجي من ايه؟ لابد نتوفر مع الاداره العنصر المادي عشان نستمر. طب انا معايا على التليفون الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. كابتن عامر، خير يا دكتور، ده حضرتك. مساء النور. ومعايا الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري. ازيك يا استاذ كامل؟ اهلا بيك يا كابتن، زي الصحه. الله يخليك. سمعنا المهندس فرج عامر بيقول انه هيطالب باحتساب نتيجه مباراه المصري وسموحه لمصلحه سموحه واعتباره فائزا نتيجه الشغب الذي حدث. راي رئيس لجنه المسابقات ايه؟ لا، هو الاجتماع بكره ان شاء الله يا دكتور ياسر، وطبعا بنشوف تقارير الحكام والمراقبين وبناخد القرار طبقا للائحه. ما بناخدش طبعا من غير ما يبعت احتجاج، من غير ما يبعت اي طلب. احنا بنشوف التقارير وبناخد القرار من غير ما حد يطلب حقه. يعني اللائحه واضحه والحقوق واضحه. يعني اقصد في احتماليه انه احتساب السموحه فائزا، ولا ده مش مطروح؟ يعني انت هتعاقب بس الذي اخطأ. لا، ما انا بقول لحضرتك، انا بس عشان الاجتماع بكره مش قادر اتكلم طبعا. طب انا هطلب من حضرتك طلب بخصوص اجتماع بكره. اتفضل. انت حضرتك خرجت على شاشات اخرى لها احترامها وقلت انه التراس الاهلي هو الذي قام بتكسير مقاعد استاد برج العرب. لا مش كده خالص. انا قلت ان استاد برج العرب امبارح في مباراه امس مدير الاستاد والمسؤولين باستاد برج العرب، انا كنت في الاخر ماشي في اخر واحد، فاخدوني عشان اشوف التلفيات مع مندوب نادي الاتحاد اللي كان موجود علشان بيحصروا التلفيات علشان التامين اللي كان دافعه نادي الاتحاد، ولفيت معاهم الملعب. انا بس عايز اوري حضرتك، انت قدام التلفزيون يا كابتن عامر؟ قدامي. يعني اعتقد حضرتك شايف الجلاليب وشايف الناس دول مش التراس الاهلي خالص اللي بيكسروا ويرموا الكراسي. ما قلتش التراس الاهلي خالص. يعني انا بس الكلمه دي عمري ما قلتها في حياتي يا دكتور لغايه النهارده. يعني يبقى هي نقلت في المواقع على لسان حضرتك. لا، ودي فرصه للتصحيح. يعني تدخل في الامور، دي فرصه للتصحيح. لان طبعا انا بتكلم على جماهير وبتكلم على نادي. انا ما بقعدش اصنف الجمهور. طب دلوقتي المهندس كامل ابو علي انضم الى مبادره قناه النادي الاهلي وفريق الكره بالنادي الاهلي لمكافحه الشغب وهذا التوتر والعنف، فبقى احنا ومعانا النادي المصري، واعتقد انه نادي الزمالك غدا هينضم لنا. هل ممكن ينضم لنا عامر حسين ولا لا؟ اكيد طبعا، واي حاجه يشوفها صح انا معاهم طبعا. اصل الاستاذ كامل بيضحك بس، فاهم؟ لا، اصل هم كده هيخسروا فلوس كتير اتحاد الكوره. رد بقى يا استاذ عامر. انا هسيب الاستاذ كامل يكلم حضرتك. من الغرامات يا كابتن. لا والله هيخسروا فلوس كتير جدا. احنا الحاجات والله احنا دول هيبقوا عاملين زي البوليس لما الناس تلتزم بحزام الامان وتمشي من غير سرعه وكده، فما فيش مصادر دخل كتير. هو في ميزه مش هيجتمعوا كل اسبوع. طب احنا بنريحك يا كابتن عامر اهو. احنا طبعا مش هجيبه في اسكندريه كل اسبوع. واللائحه الحقيقه انا مع الانديه، وانا اتقبل اي اقتراح من الانديه لان هم طبعا شركاء الدوري بتاعهم. يعني انا بنظم حاجه بتاعتكم انتوا لو شايفين حاجه فيها افضل من اللي موجود او تحل مشاكل اكتر من اللي موجود في اللائحه، بس الناس تبقى كلها مسؤوله. يعني ما ينفعش يطلع رئيس نادي يقول انا ماليش دعوه بجماهير، وما ينفعش كل واحد يقول يحدف على الثاني. ان اللائحه واضحه، الاتحاد الدولي النادي مسؤول عن جماهيره وتوعيه جماهيره. واللائحه بتقول ان الشغب في مشاكل، المشاكل اللي هي ايه؟ او حرمان الاتحاد الدولي على بعض بنود معينه من الشغب، منها اشعال المواد الحارقه او القائها. عشان في ناس بتقول لا، ما دام بيشعل في المدرج ما فيش مشكله. طب الناس اللي في المدرج دول مين هيحميهم لو حصل حاجه؟ دي نقطه من النقط. السباب الجماعي اللي شغال عمال على بطال، الحكام اللي بتخرج بعد كل مباراه تحت الازايز وتحت الطوب. يعني الحاجات كلها لازم كلنا نبقى نشتغل فيها ونشوف ايه الحلول لها. انما كل واحد هيخلي مسؤوليته، ده هيقول للامن، والامن يقول لك انا ما كنت بفتش، كانت الناس بتزعل، فدلوقتي ما بفتش فيخشوا الملعب. فلازم كل الامور كل العناصر دي. طب معلش يا كابتن، سؤال بس لسيادتك. سيادتك لو النهارده رئيس النادي يعني الاتحاد، عشان احنا ايه بنحب اسكندريه،
بنحب اللعب ونحب اسكندريه كمان. سيادتك هتعمل ايه في كل مباراه؟ انا هعمل ايه؟ كرئيس نادي بقى هتعمل انت سيادتك ايه؟ يعني ازاي هو هل هو هيفتش الناس؟ هل هو ما الامن اللي بيعمل ده مش احنا. ما هو ده وده الكلام اللي قاله المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك لما قال عامر حسين بيحاسبني كل ماتش على الشماريخ وعلى ومش انا اللي دخلت الناس، وانا اللي كنت ولا رجال الزمالك هم اللي واقفين على البوابات. طبعا ما قالش كده للاتحاد الافريقي يا دكتور، هو والاهلي لما اخذ الغرامه $80,000 و40,000. رد يا استاذ كريم. واحد مباراه من غير جمهور، واحد مباراتين من غير جمهور. طيب ما عاوزين يا كابتن الاتحاد المصري ضعيف؟ طب عاوزين نقعد مع الامن يعني برضه ايه الامن برضه. طب الاستاذ كامل بيقترح ان احنا يعني تقعدوا مع مسؤولي الامن يعني عشان النادي بيتحمل كل شيء. ده حرام يعني، حرام جدا يعني. السنه اللي فاتت دفعنا نص مليون جنيه. مسؤولين الانديه رؤساء الانديه عشان يبقى اجتماع قوي مع مسؤولين الامن